ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يومكم كده طاقة كله ايجابية. طبعا القرنبيط القمر اللي انتوا شايفينه دوت، والله يا جماعة معمول بكوباية لبن واحدة ومن غير ولا بيضة. وزي ما انتوا شايفين بصوا شكله كده جميل جميل وعظمة بجد، والقرمشة بتاعته ولونه والله العظيم ما يفرق حاجة فعلا، يعني اقسم بالله يعني. انتوا عارفين ما يرضي الله حاجة هتحاسب فيها عند ربنا سبحانه وتعالى. فعلا والله ما يفرق الطعم ولا الشكل ولا اي حاجة عن اللي انتوا بتحطوا له بيض ولبن كتير. نفس الطعم ونفس الشكل ونفس كل حاجة والله. بينا بقى يا امارات يا حلوين نشوف الطريقة على طول. بس طبعا اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة يا امارات يا حلوين. زي ما انتم شايفين بقى، تعالوا نشوف الطريقه. معايا طبعا القرنبيط، انا روحت السوق كده جبت قرنبيطايه وجبت ايه ربطه بقدونس زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بحب الشتاء بصراحه يا جماعه، لان خضرته كتير ما شاء الله، وبتبقاش غاليه زي الصيف. بتبقى الخضره كده حلوه ما بتتحرقش من الحر. انا كده شلت الحته الخضر اللي فوق بالسكينه، وبعد كده هفرغ بقى ايه الوردات بتاعه القرنبيط من قلب القرنبيطايه بالشكل ده. سهله وبسيطه خالص. زي ما انت شايفه ايه بسن السكينه كده بتعمليها. زي ما انت شايفه طبعا الحته اللي هي الاخرانيه دي بتشيليها، اللي هي الحته اللي شايفاها البيضه اللي فوق دي خالص، دي بتتشال. هوريها لك برده في الاخر. زي ما انتم شايفين القرنبيط ده سهل ومفيد جدا وفيه عناصر غذائيه حلوه. طبعا الحته الاخرانيه اللي فوق دي شلتها لقيتها كبيره قوي، فشلتها من اللي هي الورده الكبيره ديت. طبعا الورده دي كبيره قوي، فاحنا طبعا هنصغرها عشان ما تبقاش كبيره زياده عن اللزوم. طبعا الورده دي انت بتتحكمي فيها. كل ما تكوني عايزه القرنبيط مقرمش، كل ما تصغري الورده. بس لو عايزه تصغريها يعني وتخليها مقرمشه قوي، يبقى بعد ما تسلقيها عشان ما يتهريش منك قوي. زي ما انت شايفه طبعا لقيت برضو الورده دي كبيره قوي، فايه قسمتها على اتنين. انا مش بحب اصغر الورده قوي ولا احب اكبرها، او بحب اخليها ايه متوسطه كده. طبعا معايا حله بتغلي على النار بعد ما عملت الوردات القرنبيط كله. طبعا لازم تكون ميه بتغلي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. قبل ما اعمل اي حاجه في القرنبيط ولعت على حله الميه، وبعد كده حطيت ربع معلقه كمون صغيره. الكمون ده حلو قوي يا جماعه للقرنبيط، جربوها هيعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين بعد كده انزل بكميه القرنبيط كلها لحد كام اسويه، بس مش هسويه تسويه كامله، يعني مثلا ايه تلت سوا. يعني مش يعني اقل من نص كمان سوا. يعني مش عايزاه مستوي كمان عشان ما يتهريش منك وانتي بتشتغلي بيه وبتقلي. برضه هوريكي التسويه بتاعته برضه. تعالوا بس نشوف ايه البقدونس كده. انا اول حته كده شلتها بالسكينه لانها بتبقى مليانه طين كتير قوي، مهما بتغسليها برضه بتلاقيها بتديكي طين. فلازم تشيليها وتتخلصي منها وترميها. وبعد كده ما شلت الحته اللي فوق، وشلت كده اي ورق اصفر كده رميته. وبعد كده هنزل بمعلقه خل كبيره كده عليها لمده دقيقه واحده بالظبط. وبعد دقيقه بالظبط كده هنشيلها من قلب الميه. وبعد كده اغسلها غسله كويسه لحد ما الاقي الميه بقت نظيفه، مبقاش فيها اي طينه خالص. زي ما انتم شايفين طبعا اول مره بتلاقي الميه غرقانه من الطين. تاني مره بتلاقي الدنيا بتقل، تالت مره الدنيا بتقل، رابع مره بتلاقي الدنيا زي الفل يعني. تالت مره دي بتلاقي الميه يعني نظيفه. حتى انت هتشوفيها دلوقتي. يعني دي كده تاني مره. بصي الميه بصي ابتدت ايه تنضف يعني بصي بقت نضيفه زي ما انتم شايفين. هي بتبقى اول مره دي بتبقى فظيعه جدا، بس طبعا ايه لازم نغسل الخضار كويس عشان الامراض اللي فيها. وطبعا لازم كل مره تحطي الطبق اللي بتطلعي فيه بتشطفيه، لان لو في اي مثلا طينه او اي حاجه نزلت من الخضره ما تطلعيش عليه الخضره تاني وتوسخ لك الخضره تاني. طبعا المره التالتة زي ما انتم شايفين الميه كانت نضيفه خالص، بس بصراحه انا ما اكتفيتش ورجعت غسلتها مره كمان والمره الرابعه. زي ما انتم شايفين طبعا القرنبيط طبعا سبته كده وبصيت عليه. ما طولش قوي يا جماعه، بتاع 10 دقايق، ما طولش قوي على النار. طبعا ده بتدخل فيه الشوكه، يعني بتغرس فيه بس مش اللي هو المستوي ومهري. برضو خلي بالك ما تهروش. يعني خلي برضو القرنبيطايه ماسكه كده نفسها، تعرفي ان انتي تعمليها ما تغلبكيش. اللي انتي تطلعي القرنبيطايه تكون ماسكه نفسها، ما تكونش مهريه. وفي نفس الوقت تطلعيه في طبق واسع وتنشريه من الميه، ما يبقاش فيه ميه، وتطلعيه يتهوى. عبال ما تجهزي الحاجات الخلطه بتاعه القرنبيط تكون هو برد. ومعايا بقى كده ربطة البقدونس بعد ما غسلتها غسلة كويسة جدا جدا، بقطع كده الحتت اللي فوق ديت لوحدها، عشان طبعا بتبقى في حتت كده طالعة منحكشة، لحد ما اظبط كله يبقى مستوى واحد. وبعد كده اقطع بقى حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين. الخضار بقى في الشتاء يا جماعة كتير ورخيص بصراحة. انا بحب الشتاء جدا لانه خضرواته جميلة، يعني ما شاء الله ربطة الخضرة الاربعة خضرة ب5 جنيه. كان في الشتاء كنت تروحي في الحر كنت تروحي يعني. ما تعالوا نشوف بس المقادير الاول. معايا كده مج من اللبن، ده مج واحد من اللبن، وهنكمل بالميه. زي الفل والله يا جماعه. بصوا ايه ده ربع كيلو من اللبن. انا كنت هحط باقي الربع كوبايه، ربع كيلو اداني مج وربع، بس بنتي قالت لي هاتيه يا ماما.
قلت لها الف هنا وشفا على قلبك. وباقي كده، ومعايا بقى معلقه كبيره مليانه من الثوم اللي احنا فرمينه مع بعض في القناه. معايا ربع معلقه كبيره كزبره، نص معلقه كبيره كمون، نص معلقه كبيره كركم، ربع معلقه صغيره فلفل كبيره قصدي فلفل اسود، ربع معلقه كبيره من الشطه، كله كبير يا جماعه. ومعايا مج من الدقيق زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى ايه؟ النشا. معايا معلقتين كبار مليانين هرمي من النشا زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى ايه؟ ربع معلقه من البيكنج باودر. ومعايا رشه، اقعد كده ايه رشه كده يعني في ايدي كده من البقدونس، مش هحط كميه كلها لان الربطه ما شاء الله كبيره. ونزلت كده بربع معلقه ملح وربع معلقه وربع معلقه زي ما انتوا شايفين. بس طبعا ده لو انت هتعملي المقدار ده بس، ما تحطيش كميه الملح دي كلها عشان هتبقى حادقه معاكي قوي. انا كده كده كنت انا عارفه ان انا هزود، البنت كده بقى منها شويه لبن صغيرين قوي نزلت بيهم، قلت خساره بدل ما يترموا. زي ما انتوا شايفين طبعا. وهقلب طبعا الخليط كده كويس جدا جدا وسايل وحلو. الخليط عامل زي الكيك مظبوط، ولا هو خفيف قوي ولا هو تخين قوي، والسايل اهو مظبوط. بس انا ايه؟ طبعا عايزه طبعا الخليط ده مش هيكفي طبعا القرنبيطيه اللي انا جايباها. هي قرنبيطيه نعم مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، متوسطه. هنزل بمج دقيق كمان، وهنزل بقى بمج من الميه من حنفيه عادي خالص. واقلب بقى المكونات مع بعضيها كده. الخليط ده على فكره يعني يكفيكي لو انت جايبه قرنبيطايه اكبر من بتاعتي شويه كمان، هيكفيكي برضو الخليط ده انك تعملي بيه زي ما انت شايفه. طبعا ايه بقى؟ ايه حبه كده نشا صغيرين، قلت خساره بدل ما يترموا لانهم قليلين ممكن يترموا. وطبعا كده كده كنتش واخده معلقه هرمي قوي لان كانت شويه صغيرين. ونزلت بقى حبه البيكنج باودر برضو، يعني قولي انا نزلت بكل يعني كميه البيكنج باودر كانت نص معلقه يعني كبيره مش مليانه قوي. قلت برضو ايه يعني حبه وحبه دول ايه بصراحه بيتركنوا في الاخر بيترموا، فقلت ايه خساره ادخلهم في الوصفه. فزي ما انتوا شايفين والله ما فيهوش بيض وزي العسل، قرنبيطه تحفه مسكر جدا وجميل قوي. بجد جربوه على ضمانتي، انتوا عارفيني يعني بما يرضي الله. ومعايا بقى الزيت على النار كده، زيت يا جماعه يعني ما عنديش زيت عميق ولا حاجه، كان زيت ايه؟ كنت قاليه بيه بانيه. مفيهوش حاجه، زيت البانيه حلو مفيهوش حاجه زي الفل، وطعمه حلو بالعكس بيديه طعم حلو للاكل. حتى لو زيت بانيه بقلي فيه بطاطس بيدي البطاطس بالعكس طعم حلو ولون حلو قوي زي بتاع المطاعم. بجد جميله قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين نزلت بالقرنبيط في قلب الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، وبعد كده اطلعه من الخلطه. بس اهم حاجه يعني اخلي الخلطه تكون داخله في قرنبيط حتى من جوه زي ما انتوا شايفين. طبعا اهم حاجه يكون الزيت سخن زي ما انت شايفه، مش ضروري يعني زيت كتير ولا حاجه، وما بيشربش زيت قوي يعني عادي جدا، يعني مش بيشرب الزيت اللي هو الكميه اللي انت متوقعاها، ده بالعكس هيبقى زيت كمان مني. طبعا يا جماعه انا جربت ان انا اعمل القرنبيط احطه في الدقيق في الخليط ده وبرجع احطه في الدقيق تاني، بس بصراحه ما عجبنيش خالص وكان طعمه مش حلو. وهي القرمشه بتاعت ده. ولما بيقعد برضو بيطرى هي لو انت طبعا عايزاه مقرمش قوي وبتحبيه مقرمش وانت بتاكليه لحد ما تخلصي الاكل كله، يبقى هتقطعي يعني الورده دي هتخليها يعني اصغر من كده هتديكي قرمشه قوي. كان معايا بعض الحتت الصغيره كانت مقرمشه لحد ما خلصنا اكل كانت فضلت مقرمشه. يعني حتى بقى حبه قرنبيط لتاني يوم يا جماعه كان برضو طعمه مسكر، اي نعم كان طري بس كان طعمه حلو قوي، كان بصراحه فطرنا بيه كان طعمه لذيذ قوي. فبصراحه انا عجبني بالطريقه دي اللي انت تحبيه برضو، بس بصراحه الطريقه دي مفيش اجمل منها ولا احلى منها بصراحه. يعني انا برتاح للطريقه دي بقالي سنين بعملها بصراحه، مرتاحه عليها. جربت قبل كده عملتها باللي انا اعمل كده وبعد كده احطها في الدقيق، ما عجبتنيش خالص. بتاخد غلبه معايا بتستهلك دقيق كتير جدا وبتستهلك زيت. حسيت الموضوع الصراحه حرام يا جماعه. نار عاليه عادي يا جماعه مفيش اي مشكله متوطيش، لا بيحب النار العاليه القرنبيط عشان ما يطراش منك ويشرب زيت. بتكون النار عاليه عليه عادي. طبعا اول ما بتفضليش تقلبي فيه غير لما بياخد اللون وتلاقي اللون اتحول اللون دوت اللي انت شايفاه، بتقلبيه على الناحيه التانية. طبعا حبه البقدونس اللي انا بقيتهم دول بقيتهم عشان احطهم تحت القرنبيط افرشهم تحت القرنبيط عشان كده يدوا شكل حلو. طبعا الشويه الباقيين دول هنزين بيهم القرنبيط من فوق زي ما انتوا بقى شايفين كده. طبعا ايه طلعته بصوا اهو، دي كده ايه طلعته من الزيت ما خد لون كده، طلعته بصي معلقه من تحت ومعلقه من فوق، اما ايه باللي انت بتصفي بقى البطاطس، بس انا ما اعرفش ما خطرليش اطلع بيها يا جماعه. اللي موجود عندك طلعي بيه زي ما انت شايفه. كميه القرنبيط بجد تحفه تحفه. وطبعا بعد بصي ما خلصت بصوا باقي برضو زيت ما شربش الزيت كله، عملت الكميه كلها والله. وده باقي الخليط برضو، يعني انت لو جايبه قرنبيطايه اكبر من بتاعتي شويه الخليط برضو اللي انت عاملاه هيكفيكي. طبعا الزيت زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو ما كانش كتير ولا حاجه. وبصوا عملت كميه القرنبيط والزيت بالعكس اتبقى منه كمان، ما شربش زيت مبالغ فيه ولا حاجه، وكان تحفه القرنبيط بالف هنا وشفا على قلبكم. جنبي بقى المخلل البلدي القمر بتاعنا دوت
بجد أكلة يعني جبارة وحلوة أوي. وبرضه هابقى انزل لكم برضه طريقة البتنجان المخلل، بجد تحفة، بيبقى برضه جنبه حلو أوي برضه، هاعمله لكم برضه في مرة وانزله لكم. زي ما انتم شايفين مش قادرة اقول لكم طعم القرنبيط ما يفرقش حاجة يا جماعة عن اللي هو في بيض او بلبن كتير. طعمه بجد مقرمش وجميل ومسكر وفيه كل الميزات التحفة، بجد مش قادرة اقول لكم طعمه يا جماعة تحفة ازاي. بجد فعلا هتندموا لو ما جربتوش القرنبيط ده، فعلا فعلا.